سلام اخوتي المغاربه، ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم. مشاهد الحدث يحمل خبر صار للمغاربه داخل الوطن وخارجه. اخوتي الكرام، هذه القناه مخصصه لجديد نجوم المغاربه المحترفين بالخارج وجديد المنتخب المغربي. اخوتي الكرام، فيديو زوين ومشوق، بغيتكم تكملوا الفيديو حتى الاخير، وما تنساوش معكم واحد جيم وتعطينا الراي ديالكم في التعليقات. يلا باش ما نطولش عليكم، نبداو على بركه الله. المنتخب الوطني المغربي واصل التألق ديالو في الساحة الكروية العالمية، حيث تسلق هذا الشهر للرتبة 12 عالميا في التصنيف اللي كتصدروا الفيفا، وهذا الشيء بفضل الأداء القوي اللي كاين عليه الفريق الوطني الآن تحت قيادة المدرب والد الركراكي. أسود الأطلس قدروا يرتقيوا بجوج رتبات مقارنة مع التصنيف السابق، وولات عندهم 1694 نقطة، وهو إنجاز كبير كيبين التطور المستمر اللي كيشهدوا المنتخب المغربي في هذه السنوات الأخيرة. المغرب مازال متصدر المنتخبات الإفريقية والعربية، وكيبان بقوة كواحد من الفرق اللي عندها استقرار تقني وأداء ثابت في المنافسات الدولية، حيث تفوق على منتخبات كبيرة كبحال السنغال اللي جات في المركز 19 عالميا، ومصر اللي احتلت الرتبة 32 عالميا. هادشي كيأكد أن المغرب ولا من أقوى المنتخبات في القارة السمراء، وكيبان كمرشح بارز في المنافسات القارية والعالمية. السبب الرئيسي وراء هذا الارتقاء في التصنيف راجع بالأساس للنتائج المتميزة اللي حققها المنتخب الوطني في تصفية كأس العالم 2026، حيث قدر يحقق انتصارين مهمين آخرين ضد كل من النيجر وتنزانيا. هاد الفوزين خلاو المغرب يزيد 6 نقاط في التصنيف مقارنة مع آخر تصنيف ديال دوجنبير اللي فايت، وهو دليل على أن الفريق كيعرف استمرارية في المردودية ديالو، كيواصل فرض راسو كقوة كروية عالمية. الجماهير المغربية كتعيش أجواء زوينة مع المنتخب الوطني، وكيطلعوا يشوفوه كيسجل نتائج إيجابية أكثر في المستقبل. والد الركراكي عنده طموح كبير، وكيدير كل ما في جهده باش يحافظ المنتخب على هذه الرتبة المتقدمة، بل أكثر من ذلك الهدف ديالو هو يدخل للمراكز 10 الأولى عالميا، وهو إنجاز غادي يكون سابقة في التاريخ ديال الكرة المغربية. باش يواصل المنتخب لهذا الهدف خصو يكمل في الدينامية الإيجابية ويواصل الانتصارات، سواء في المباريات الودية يعني الحبية ولا الرسمية، باش يزيد يرفع من النقاط ديالو في التصنيف العالمي. كذلك المشاركة في البطولات القارية بحال كأس إفريقيا للأمم إن شاء الله غادي يكون غير خير، وتحقيق نتائج قوية فيها غادي يكون عنده دور كبير في الحفاظ على هذه المكانة العالمية. إذن المغرب ماشي غير منتخب قوي في إفريقيا والعالم العربي فحسب، ولكن ولا عنده اسم في الساحة العالمية، والجميع كيراقب المسار ديالو بشغف. والجماهير المغربية كتحلم تشوف المنتخب في الطوب 10 الأوائل في العالم، وهو هدف ممكن يتحقق بالعمل والاستمرارية والروح القتالية اللي كيبانوا بها اللاعبين في كل مرة كيمثلوا فيها القميص الوطني. ونتمنى إن شاء الله في هذا كأس إفريقيا القادم إن شاء الله يكون من نصيب المنتخب المغربي، لأن المنتخب المغربي الآن في أوج العطاء، ونتمنى له مسيرة موفقة. ونشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله، وما تنساوش معكم واحد الجيم وتعطينا الرأي ديالكم في التعليقات. يلا مع السلامة.